معنا على الهاتف أخونا ياسر القحطاني، ولعله الكابتن ياسر القحطاني. حياك الله يا أخي ياسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير، حياك الله. مساك الله بالخير يا شيخ. اهلا بأخي ياسر، حياك الله، الله يبارك فيك. مساكم بخير ان شاء الله. الله يسلمك ويحييك. والله في البدايه انا احب اني اقول اني انا اتشرف بتواجدي معكم اليوم، اني اكون مشارك مع اخواني. الله يحييك. والله ينفع بكم ان شاء الله، وجزا الله خيرا القائمين على هذا البرنامج ويثابكم وجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتكم. وانت كذلك يا ياسر. شكرا لك. انا في البدايه انا احب اني اشارك يعني اخواني المتصلين في سؤال يا شيخ، او بالاحرى انا ودنا تكون نصيحه منك يا شيخ. تفضل. في امر انا اعتقد انه الان في مجال الرياضه السعوديه. ايوه. ولله الحمد، يعني بعد فضل ومنه من رب العالمين الحمد لله وصلت الرياضه السعوديه الى مستوى عالي جدا، واصبحت من ضمن الدول المتقدمه رياضيا ولله الحمد. الحمد لله. ولكن زي ما هو متعارف عليه انه المجالات المتطوره دائما ما يشوبها او يحدث هناك يعني بعض الامور اللي قد تصيب هذا المجال من نقائه في بعض الشوائب اللي تسيء له. ومن هذه الامور يا شيخ اللي هو اللي حاصل عندنا التعصب رياضيا. نعم. لدرجه قد يعني يكرهها البعض ويستنفر منها البعض، وهذا انا اعتقد انه لا يعكس تطور بقدر ما هو يعكس تخلف. صحيح. انه احنا اذا كنا نبي نتطور في الامر هذا فلازم ان احنا ننظر للامور من مبدا انه احنا يعني نعمل للارتقاء باسم المملكه العربيه السعوديه بدايه، بما انها دوله تحمل علمها يحمل شعار لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجه الاولى، وعلينا مسؤوليه كبيره، فيجب ان نكون احنا القدوه للدول الاسلاميه في نقاء المجال الرياضي. صحيح. فنتمنى يا شيخ انه يكون منك يعني نصيحه لزملائنا او لاخواننا او المحبين والمتابعين للرياضه. سيكون. وانا اعتقد ان الرياضه كانت موجوده يعني منذ الازل، يعني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ونتمنى انه يا شيخ يكون من كلمه ان شاء الله ينفع بك ان شاء الله. ان شاء الله يكون. يستفيد منها انا اولا ويستفيد منها اخواني، وسواء كان المحبين للرياضه او ايضا المشاركين في هذا المجال. ان شاء الله. بالبعد عن التعصب والبحث عن المصلحة العامة فوق كل ما هو يكون في مصلحتنا، أولا في مصلحة ديننا ووطننا ورفعة بلدنا. بارك الله فيك كابتن ياسر. شكرا. أول شيء نحن نرحب بك، وجميل منك ومن أمثالك من القدوات في شبابنا أن يكون يحمل هذه الروح الإيمانية وهذا القدر والمستوى من المسؤولية، أننا ننتمي إلى بلد يعني علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستشعار هذه المسؤولية ولا سيما في مثل مواقعكم أنتم الآن تخرجون إلى العالم كله وتمثلون البلد في هذا. جميل جدا والله يا كابتن ياسر أن نسمع هذا الكلام من مثلك، أنت قدوة في هذا الشيء الجميل. الله يجزاكم خير. ثم دعوة من مثلك كابتن ياسر إلى الناس الذين يشاهدون الكرة ولا سيما الشباب إلى أن القضية ما تصلح تكون تعصب ولا تصلح تكون تخرج عن الآداب واللياقة، وإنما هي ذوق وفن ومتعة وما إلى ذلك. هذه أيضا دعوة مثمنة. لكن أنا عندي بعد سؤالين ثلاثة إذا تأذن نسألك، باعتبار أنه أنت فرصة الحقيقة أن أيضا نحن أن نسمع منك. إيش رأيك؟ والله لكن أنا أخجل إني أجاوب على أي سؤال في حضرة الشيخ. الله يبارك فيك. لا هو الحقيقة أسئلة لا هي فتوى في مجال الرياضة عن الواقع كابتن ياسر. يعني أنتم تذهبون كثير يعني إلى خارج مدنكم وإلى خارج البلد وفي مباريات وكذا، وتصادفكم الصلوات والصيام في رمضان. بصراحة وبصدق وبأمانة كيف تفعلون؟ كيف تجد حماس زملائك من الشباب حيال أداء هذه الأركان والواجبات؟ صراحة بكل صراحة وبكل تفاني وكل صدق، اللهم لك الحمد. الحمد لله. ما صادفتنا أي مشاركة أو أي بطولة أو أي مباراة يتخللها يعني رمضان، شهر رمضان المبارك، الا والله لله الحمد ان احنا نتوفق فيها. الحمد لله. هذا امر يعني الحمد لله يعني يخلينا بالعكس يعني نعرف انه ان ديننا اللهم لك الحمد مهما كانت الصعوبات، يعني انه الرياضي يشارك وهو صائم او انه هو يعني امر طبيعي انه الرياضه تحتاج الى الاكل والى الطاقه، لكن الحمد لله رب العالمين ربي عوضنا عن طاقه الاكل بطاقه الشعائر، اللهم لك الحمد. ما شاء الله. يعني قد تكون دعوه في رمضان يعني تعطينا الطاقه بشكل اكبر
في المباريات او في المشاركات اللي احنا نشارك فيها في شهر رمضان المبارك. وتحرصون كابتن ياسر على ان تؤدى الصلوات في وقتها، يعني لان تعرف امر طبيعي يعني الصلاه مقدمه. احنا الحمد لله رب العالمين بلد مسلمين وبلد مسلم ولله الحمد. واحنا يعني ما احنا في عصر جاهليه، كل شيء واضح وكل شيء سهل الان. في اي بلد اللهم لك الحمد الاسلام منتشر، وجود يعني في اي مكان كان لنا في اي دوله في العالم في اي معسكر. نعم. المصلى هو قبل حتى لا نستلم غرف النوم. ما شاء الله. المصلى الحمد لله يكون متواجد. شيء جميل طبعا. طبيعي لانه يعني من ابتعد عن رب العالمين ما له توفيق. لا شك. طيب سؤال توفيقنا بصلتنا بربنا. سؤال اخير كابتن. انت كثيرا ما تكون كابتن الفريق الذي انت فيه سواء المنتخب او كذا، وما ادري كيف طريقتكم في الكابتنيه، لكن انت كثيرا ما نراك الكابتن. من هو مطوع الفريق؟ لازم يكون الكابتن ولا واحد غير؟ من هو مطوع فريقكم اذا رحتوا؟ الحمد لله احنا عندنا معروف المطوع من طاع الله. لا شك. طبعا في انا اعتقد انه في السنه انه دائما يقدم الاقرأ في الصلوات. يا سلام عليك. الحمد لله رب العالمين. يعني احنا عندنا موجود يعني في الفريق ما شاء الله تبارك الله، يعني من مما يحفظون يعني في القرآن الكثير اللهم لك الحمد. من اكثر واحد يصلي بكم؟ احنا امامنا دائما في المنتخب يكون اسامه هوساوي. ما شاء الله ما شاء الله. والشباب الباقيين فيهم الخير وبارك الله. لا شك لا شك لا شك. كابتن ياسر نشكرك، نرجو ان شاء الله. انا في سؤال يعني ممكن اذا كنت اطرح على الشيخ. تفضل. انه احنا في كأس العالم 2006 في المانيا اتفقنا احنا كلاعبين يعني انه اذا سجلنا هدف انه احنا علشان يعني نبين للعالم صلتنا بربنا، وعلشان ندع الغرب يتساءل ماذا يفعلون ويستقصون وراء الموضوع اللي احنا نسويه في فرحة الفوز اللي هي سجود الرب العالمين. فاحنا واجهنا بعض الاختلافات في الرأي، انه البعض يقول انه لا ما يجوز لكم السجود اذا سجلت هدف انك ما تسجد، لانه انت يمكن ما تكون على طهارة او انك ما توجه للقبلة، يعني بعضهم قالوا انه هذه بدعة او انه امر غير جيد. احنا والله احنا فكرتنا في الموضوع انه بدل يعني لعيبه الفرق الاخرى يعني الاجانب انهم يعني يسجل هدف يقوم يرقص او يسوي حركات الصليب او ما الى ذلك. نعم الصليب فاحنا قلنا احنا نسوي سجود رب العالمين، وهذا كثير يعني في غرب سألون انه ليش اذا سجلت هدف من تسجد؟ اقول له هذا سجود شكر لرب العالمين. يا سلام، يكون باب للنقاش. هذه نيتنا يعني في موضوع السجود. في انه الشيخ موجود انه الله يجزاه خير ويفيدنا في الموضوع. شكرا كابتن ياسر، شكر الله لك، بارك الله فيك، زادكم الله حرصا وايمانا وتقا، الله يصلحكم ويبارك فيكم شباب البلد يعني. شيخنا نعود للإجابة، والحقيقة أن الوقت أصبح ضيق شوي. أم رقية من العراق كانت قد سألت عن شرح للآية الرجال قوامون على النساء. نعم، الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أي إدارة أو مجتمع كبيرا كان أو صغيرا لا بد له من أمير، لا بد له من قائد، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في سفر لا يؤمرون عليهم أحدهم إلا كان أميرهم الشيطان. نعم. الآن في الأسرة تتكون من 2 أو 3 أو 10. نعم. لا بد لها من قائد يقوم عليها. نعم. من الأقدر على هذا هو الزوج ولا شك. نعم. الله عز وجل كما قال وليس الذكر كالأنثى، أحال الرجل لهذا. الرجل من القدرة والقوة، وأيضا من تحمل المسؤولية، بعد النظر وتحمل المسؤولية، ربما ما لا يستطيعه أكثر النساء. صح.